اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم نجاة شانيل. رجعت باش نكمل لكم القصه اللي بديت معكم ديال التوأم سبأ ونبأ. وكي قلت لكم في كل مره في كل عيد الميلاد كنجيب لي هديه مختلفه، واخا غير ريحه واخا غير الكتاب، ولكن انا صراحه ما عمرني جبت لها شي حاجه، ما كنتش نخمم فيها حتى تعطيني ماما كادو تقول لي هاكي مديه لاختك، على اساس زعما انا اللي خديته ليها. وحتى في هذه المرحله ونكون انانيه نحب كاع الهدايا ليا وتعطيهم لاختي وتقول لها ماما لا كل واحد وصوالحو، وتغافل ماما وتعطيني صوالحها. كي نبكي تبكي معايا، كي نتجرح ولا انا مرض تحس بيا. خطره كنت مريضه وقعدت في الدار وهي راحت المدرسه يما وانا زاد عليا الحال ودوني للسبيطار. والله غير حسيت بيا وقعدت غير تبكي، قالت لهم دوني نشوف اختي، انا نشوف هاد التضحيات وهاد الحب. شخد زعما باين اللي تحبني بصح ما نشوفهمش. واحد النهار كنت نهضر انا وياها منين جينا من القرايه، حتى قالت لي صاي لعبنا بزاف نوضي نحفظوا. حكمتها من يدها وزيرت عليها، قلت لها تحبيني؟ عنقدني وزيرتني قالت لي نموت عليك. قلت لها لا اذا تبغيني بصح ما تجيش الاولى هذا الفصل. وبكل صوره قالت لي على خاطرك ندير كلش، كانت تحفظ وكلش نورمال. عرفتها باللي كلخت لي. اما انا ملي كملنا الاختبارات جات المعلمه دارت استدعاء، قالت لي باينه ماما انتي علاش ما تستعقليش يا بنتي. انا حسب لي الاستدعاء على جالي لاني كنت مشاغبه بزاف. راح بالاب تاعي بالخميس العشيه ما هضر معنا حتى حاجه. كي وصلنا للدار دخل هو وماما وقعدوا متهاضرين، قعدوا يهضروا حتى خرجت ماما وجاتنا للبيت ديالنا. قالت لها سبا مالكي بنتي واش صرالك؟ قالت لها كيفاك تضربي المعدل طالع ودابا جبتي المعدل هابط كيفاش؟ قالت لها كنتي تقراي وكتحفظي زعما كنتي تكتبي عليا. حكمتها بردتها وانا فرحانه اللي ديت معدل خير منها. اول مره اللي نضرب فرحت لها بزاف، عقل كانت عاقله وما كتضربش، وعقدت كاع النهار وهي معاقبه. ها هي من وراها تصالحنا هادي. وقالت لي علاش ما تزيريش روحك نتيا، علاش تحوسيني انا اللي نطيح؟ قلت لها انتي ديتي لي كاع زهري في هاد الدنيا. راحت تبكي وخبرت ماما. جاتني ماما وقالت لي بنتي علاش تهضري كيف ما هكا، هذا راه خلق ربي، حنا كاع شابين بصح انتي قلبك ابيض ومسراره وعمره لو البشره اذا كان قياس في انسانيه. ها انا ما تقبلتش هاد الهضره، درت روحي مقتنعه ونتقعدت انا واختي. ها هي خطره ندابزو خطره نتصالحوا، انا ما مشاكل الاولاد صغار. بصح منين نجي عمتي وبنتها نتقلب 180 درجه، كتحرشني بزاف وطيح لي معنوياتي. المهم